السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الطعمية دي؟ طعمية في البيت اقتصادية وجميلة جدا. القرص الطعمية دوت عامل حوالي 3 جنيه، على حسب المكان طبعا اللي انت قاعدة فيه، بس انا عندي هنا ب3 جنيه وما فيهاش سمسم، ما فيهاش سمسم خالص زي كده. انا جبت ب5 جنيه عجينة، عملت الطبق ده. طبعا انا لو راح اجيبه من بره السمسم هيعمل اقل حاجة 50 جنيه. يلا بينا نسوي بالله ونبدأ مع بعض نشوف عملنا الطعمية دي ازاي في البيت. انا هنا عندي ب5 جنيه عجينه فلافل، تروحي تجيبيها من اي محل بيبيع فول وفلافل، وعندي حبه سمسم، وعندي حبه ميه. طبعا العجينه الفلافل احلى حاجه فيها انك تحطي معلقه كزبره. ايه رايكم؟ مين فينا يعرف الفكره دي؟ معلقه الكزبره دي بتخلي الطعميه في حته تانية، تحفه تحفه تحفه. مش عايزين اي بهارات خالص، هي كزبره بس، لا اكتر ولا اقل. بتخلي الفلافل بتاعتنا طعمها جميل جدا. والسمسم طبعا، الاتنين دول احلى حاجه في الفلافل. ولو نصيحه مني تجيبيها تعمليها في البيت، بلاش نسترخص، بلاش نستسهل. مش هقول نسترخص، لان لا، هي مش نسترخص، هي نستسهل ونروح نجيبها جاهزه من بره. الزيت بيبقى محروق، بيبقى طالع عينه، بيبقى قليل فيه كذا مره، بتبقى حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ما فيهاش بركه. لا ليه؟ انا يا دوبك جايبه ب5 جنيه عجينه، عملت طبق قد كده، الطبق ده هروح اجيبه ب50 جنيه. تعملي كميه في البيت كده كفايه، بس إن الزيت نضيف وتاكليها بنفس. طبعا هنا انا بجيبها صغيره، بعملها صغيره عشان ما تبقاش من جوه عجينه معايا ونيه. ببططها، لان انا بحب ابططها كده واخليها رفيعه. انا بحط هنا نقطه ميه في صوابعي، وبعد كده ببلها على العجينه. ليه؟ عشان لما احط سمسم معايا يلزق على طول، ما ينزلش في الطاسه بتاعتي. ولازم تخليها رفيعه، بلاش تبقى تخينه عشان ما تبقاش عجينه من جوه. في ناس بتحط كربوناتو، بس انا بقى ايه، الكربوناتو مش مفيد، فانا ما رضيتش احطه. بس لما تحطي كربوناتو تحطي حاجه بسيطه خالص، عشان ما تفتفتش منك وتبقى بايظه، حاجه ما تسكرش. طبعا السمسم مخلي الطعمية في حتة تانية. بجد بجد جربيها وهتديلي دعوة حلوة، لان الفلافل اللي بره يعتبر ما بتتاكلش. انا بصراحة لما جربتها في البيت وعملتها بطلت اجيب من بره، ما بقتش احب الفلافل بتاعت بره. ولو بعت جبت واتزنقت ولقيت نفسي مش فاضية وبعت جبتها، ما بتتاكلش، عيالي بيرموها، بيقولوا لي لا احنا عايزين اللي انت بتعمليها في البيت. طالما اتعودوا عليها اللي هي بتاعت البيت خلاص، انسي ياكلوا بتاعت بره. السمسم مزغلل عينيهم، والطعم مرفعاها كده ومقرمشاها، مخليها جميلة. جربيها وان شاء الله هتعجب ولادك، وهتلاقي نفسك ما بتشتريش من بره خالص، لان هي بجد 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 تستحق انك تجربيها. ما تنسيش لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تعملي اشتراك وتعملي لايك، وتكتبي لي تعليق حلو، تدي لي دعوه حلوه، وابعت لك التعليق واقول لك وانت مثلها ان شاء الله. بصوا بالله عليكم، ولا في ولا احلى ولا اجمل من كده. احلى واجمل طعميه في البيت، فلافل طعميه، على حسب ما انت بتقولوا، كل مكان وليه اسم. يا رب يا رب تجربوها وتعجبكم، وتدعوا لي دعوه حلوه. هنا انا محمراها قوي عشان احنا بنحبها كده، تبقى متحمره قوي. انت ممكن تخليها فاتحه شويه عن كده. بجد السمسم مخلي لونها جميل جدا، والكزبره اللي انا حطاها مخليه طعمها تحفه ولا ريحتها. يا رب تجربيها ويا رب تعجبك، وتدعي دعوه حلوه. ايه رايك في الجمال ده؟ طبعا الطبق دوت لو رحنا جبناه من بره مش اقل من 50 جنيه، ومش هيبقى فيه سمسم خالص. انسي السمسم ده. لا قومي ما تكسليش، وهاتي ب5 جنيه عجينه واعملي في بيتك وفرحي عيالك. اكله سهله وبسيطه وجميله جدا. يا رب يا رب تجربيها وتعجبك. يلا باي باي يا حبايب قلبي، بألف هنا وشفا.